القصة دي مستوحاة من أحداث حقيقية. القرية كانت نايمة بدري كالعادة، بس بيت الحاجة سميحة كان منور على غير العادة. الناس كانت عارفة ان الليلة دي هيتقري فيها وصيتها بعد ما ماتت من أسبوع، بس مفيش حد متخيل اللي هيحصل. ولادها الأربعة جم من كل حتة في مصر. رمزي الابن الكبير هو مدرس متقاعد، وشه دايما باين عليه الغضب المكبوت. نادية الأرملة اللي رجعت من القاهرة بعد ما فقدت جوزها في حادثة غامضة. حسن ده أصغر واحد اللي محدش كان بيشوفه من سنين أصلا. وسماح البنت اللي اتربت مع أمها لآخر يوم وكانت أقرب واحدة ليها. الليل دخل والبيت القديم واقف كأنه بيتفرج عليهم. السقف كان بيعمل صوت والهوا كان بيعدي من الشقوق زي النفس. على الترابيزة الخشب القديمة كان في ظرف بني مختوم بالشمع الأحمر ومكتوب عليه: وصيتي الأخيرة تتقري بعد المغرب وكل واحد يسمع للآخر. رمزي مسك الظرف فتحه وهو بيحاول يضحك، بس ضحكته خرجت مكسورة. طلع ورقة طويلة بخط ايد امه، بخطها اللي حافظينه من زمان. بدأ يقرأ: انا سميحة عبد الرازق، بوصيكم يا ولادي الأربعة ان كل واحد فيكم يبات الليلة دي في اوضته القديمة، واللي يقوم الصبح حي هيورث كل حاجة، البيت والأرض والذهب واللي ليا وليكوا كمان. السكوت اللي حصل بعدها كان تقيل لدرجة ان صوت النمل كان ممكن يتسمع. سماح قالت بصوتها الهادي: هي ماما كانت بتهزر ولا ايه؟ رمزي قال بعصبية: دي كتابة قديمة، يمكن كانت تعبانة وهي بتكتب. لكن حسن ضحكة غريبة جدا وقال: ما هو يمكن يا جماعة دي وصيتها بجد، ماما ما كانتش بتهزر في الحاجات دي. نادية قالت بخوف: يعني كلنا هننام النهاردة في البيت ده بعد اللي حصل؟ الكل بصلها بس محدش سألها بعد ايه. بس كلهم كانوا عارفين البيت ده من يوم الجنازة وهو بيطلع أصوات بالليل، صوت خطوات فوق السلم والأبواب بتتقفل لوحدها، وريحة بخور غريبة جدا بتظهر بعد كل فجر. بس الطمع ساعات بيغلب الخوف. الكل وافق يبات على أمل انهم هيصحوا الصبح ويضحكوا على اللي حصل. في منتصف الليل رمزي دخل اوضته اللي ما دخلهاش من 20 سنة. الحيطة لسه عليها آثار صورته وهو صغير، والدولاب واقف زي ما هو. حط راسه على المخدة، بس أول ما غمض عينه سمع صوت همس جاي من ناحية الدولاب. صوت ست كبيرة بيقول: كنت فاكرك هتفضل عاقل زي زمان كده. لكن رمزي فتح عينيه بسرعة وبص لقى مفيش حد. قام فتح الدولاب لقى هدومه القديمة، بس كان في قطعة منهم كانت متعلقة على الشماعة كده لوحدها في جنب، ودي الجلابية اللي دفنوا أمه بيها. نادية كانت في أوضتها اللي كانت دايما بتخاف منها وهي صغيرة. كانت بتشم نفس ريحة البرفان اللي كانت أمها بتحطه، ريحة فل وبخور. بصت في المراية وشافت انعكاس أمها وراها مبتسمة، بس المراية بعدها اتشقت نصين فجأة. أما حسن بقى فسمع خبط على باب الأوضة بتاعته كل ربع ساعة يسمع خبط، ولما فتح ملقاش حد. بس في المرة الرابعة بقى الباب اتفتح من نفسه، وساعتها سمع نفس صوت أمه بتقوله: مين فيكم يستحق فعلا؟ الفجر بقى البيت كان ساكت بطريقة مرعبة. سماح كانت الوحيدة اللي قدرت تنام، بس صحيت على صوت خبط خفيف برضو على الباب. قامت وفتحت الباب، لقت ظرف صغير على الأرض عليه نفس الختم الأحمر.
فتحته لقت ورقة صغيرة مكتوب فيها: انزلي تحت لوحدك، الميراث مستنيكي. نزلت بحذر، والإضاءة الخافتة من لمبة الممر كانت بترتعش. في الصالة لقت ال3 قاعدين، رمزي ونادية وحسن، كلهم قاعدين ساكتين على الكراسي، محدش فيهم بينطق، باصين ناحيتها. عيونهم كانت مفتوحة بس فيها حاجة مش طبيعية. قالت بخوف: ايه اللي حصل؟ انتوا كويسين؟ بس محدش رد عليها. لفت وراها لقت امها قاعدة على الكرسي الكبير بنفس العباية اللي اتدفنت بيها، وبصوت هادي جدا قالت: انا كنت دايما بحبك يا سماح، انت اللي استحقتي الميراث. سماح وقعت على الارض وهي بتعيط: ماما ازاي انت هنا ازاي؟ قالت الام بابتسامة باردة: الميراث مش فلوس يا بنتي، الميراث هو البيت نفسه، والبيت ده محتاج صاحبه الجديد. قامت ومدت ايدها ناحيتها وقالت: تعالي خدي مكانك. بعد اسبوع اهل القرية بدأوا يلاحظوا ان مفيش حد من ولاد الحاجة سميحة ظهر تاني خالص، لحد ما في يوم واحد من الجيران شاف نور في البيت بالليل، وسمع صوت ست بتضحك ومعاها بنت صغيرة. لما حاول يقرب شاف من الشباك سماح قاعدة على نفس الكرسي اللي كانت امها بتقعد عليه، ولابسة نفس العباية. الغريب بقى ان كان كل كام يوم كده النور بينور اكتر، وصوت جديد بيتضاف للضحكة، زي ما يكون كده كأن كل شوية حد جديد بينضم للعيلة. بس في القرية بقى لحد النهاردة محدش بيعدي من قدام بيت الحاجة سميحة بعد المغرب، لان اي حد بيقرب بيسمع صوت ام بتقول: البيت لسه محتاج اهل تانيين، الميراث لسه مخلصش.